رسميا في هذا المقطع سنتعرف عن جميع إضافات وأيضا أحداث وهدايا وباكجات تحديث الموسم الجديد الذي سينزل معنا رسميا يوم الخميس القادم، وأيضا سنتعرف عن موعد انتهاء الصيانة لجميع المدن العربية. أولا رسميا يوم الخميس القادم إن شاء الله مع نزول الموسم الجديد سينزل معنا ماتش باس جديد يا أساطير يضم لاعبان، سيكون هناك ماتش باس مجاني وأيضا ماتش باسان آخران مدفوعان مقابل الكوينز يا أساطير، يختلفان في الجوائز فقط. وكما ترون يا أساطير هذه هي الجوائز الرسمية التي سنحصل عليها من خلال الماتش باس المجاني وليس المدفوع. وكما نعرف جميعا يا شباب هذه الحملة ستنتهي معنا رسميا يوم الخميس القادم، وممكن يا أساطير وليس مؤكد 100% ممكن أن تفاجئنا كونامي بحملة جديدة يا شباب، لأن الحملة الخاصة بالحنين إلى الماضي رسميا ستنتهي معنا يوم الخميس، لذلك ممكن أن نرى حملة جديدة. وإذا نزلت معنا حملة جديدة يا شباب فبنسبة 90% ستكون حملة خاصة بالحنين إلى الماضي لكن بجزئها الثاني، ممكن يا أساطير وليس مؤكد 100%. وبمناسبة أنه حاليا في اللعبة يا شباب لدينا لاعب واحد في متجر النقاط مقابل 5000 نقطة، فبنسبة كبيرة جدا يوم الخميس سنرى إن شاء الله لاعب أو أيضا لاعبان أو أكثر لما لا يا أساطير كلاعب هايلايت أو حتى ممكن لاعب ليجنداري مقابل 5000 نقطة. نتمنى ذلك يا شباب من أجل أن نتعاقد مع لاعب أو أيضا لاعبان أو حتى أكثر يا شباب. وكما يعرف الجميع أخيرا حان وقت نزول الباكج الأسطوري الخاص بالبيك تايم، لدينا 20 تفتيحة مجانية سنحصل عليها جميعا يا أساطير في باكج بيك تايم يضم 12 لاعب بيك تايم. وأما الباكج بالكامل فليس مؤكد لحد الآن، ممكن كونامي أن تقوم بتنزيل 200 لاعب أو أيضا 100 لاعب أو حتى ممكن 50 لاعب فقط أو أكثر أو ممكن أقل. كونامي ستختار وتقوم بتنزيل باكج كبير يتكون من لاعبين عاديين وأيضا حتى ممكن لاعب هايلايت مع 12 لاعب بيك تايم، ولدينا 20 تفتيحة مجانية. صراحة يا أساطير أتمنى من كل قلبي أن تحصلوا لاعب بيك تايم أو لاعبان أو أكثر يا شباب لأنكم تستحقون ذلك. وحاليا في ملفات اللعبة يا شباب لدينا جميع هؤلاء اللاعبين كما ترون مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين من الدوري الإسباني وأيضا الدوري الإنجليزي وأيضا حتى من الدوري الإيطالي بهذه البطاقات وبهذه الأشكال وبهذه الصور لم ينزلوا معنا بعد. ممكن كونامي يا أساطير يوم الخميس أن تقوم بتنزيل باكج جديد يضم مجموعة من هؤلاء اللاعبين، وأيضا ممكن أن نحصل على تفتيحات مجانية لما لا يا أساطير. يوم الخميس سنرى ما ستقوم بفعله كونامي. وكالعادة دائما وأبدا سينزل معنا باكج نجم أسبوع يضم 11 لاعب يفتح بالكوينز. لدينا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين تألقوا في كأس العالم للأندية. كونامي ستختار 11 لاعب وتقوم بتنزيلهم يوم الخميس كما يحدث معنا دائما وأبدا مع باكجات نجوم الأسبوع. وسنحصل إن شاء الله رسميا على تفتيحة مجانية من خلال حدث التفتيحة المجانية الذي ينزل معنا كل يوم خميس مع نزول باكج نجوم الأسبوع. وأيضا كما نعرف جميعا يا شباب عندما ينزل معنا موسم جديد تنزل معنا باكجات خاصة بعقود الترشيح، ورسميا مؤكد 100% يوم الخميس القادم إن شاء الله سينزل معنا باكج جديد خاص بعقود الترشيح. ممكن أن يكون باكج خاص بالمنتخبات أو أيضا خاص بالأندية. كونامي ستختار وستقوم بتنزيل باكج من اختيارها. ممكن أن نرى باكج أسطوري وأيضا ممكن أن نرى باكج سيء جدا. يوم الخميس يا أساطير سنرى ما هو الباكج الذي سينزل معنا لأنه حاليا ليس مؤكد 100% الباكج الذي سينزل معنا الخاص بعقود الترشيح. وهنا لدينا الموعد الرسمي والمؤكد 100% لانتهاء الصيانة لجميع البلدان العربية كما ترون جميع البلدان يا أساطير. شاركونا في التعليقات من أي بلد تتابعون قناة سعيد جيمر، وشكرا لكم جميعا يا شباب. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. بالتوفيق يا أساطير.